موسم 2011-2012 في الدوري الفرنسي، العالم كله كان بيقول ان باريس هي اللي هتاخد الدوري، وعمر ما كان حد يتخيل ان النادي من مونبلييه هو اللي يفوز بالدوري، خصوصا ان ميزانيه النادي اقل من صفقه باستوني لوحده. لكن النادي تحت قياده رينيه جيرارد والمهاجم الشاب اوليفيه جيرو قدروا يعملوا المستحيل. الفريق في الموسم ده انهى الدور الاول في المركز الثاني، وخسرانين 4 مباريات ومتعادلين 4 مباريات وخسرانين مباراه باريس سان جيرمان. انهم في الدور الثاني قلبوا الترابيزه على الكل، وبقى فريق رخم جدا دفاعيا، وفي ماتشات كتيره قدروا يكسبوها 1-0 بس، وطول مباريات الدوري كسبانين 8 ماتشات بنتيجه 1-0 بس، واتنين ماتشين 2-1. كانوا مطبقين مبدأ اخطف واجري، مش مهم نلعب حلو او نجيب اجوان كتير، المهم ان احنا نكسب وخلاص. واوليفيه جيرو سجل في الموسم ده 21 هدف، وده اللي خلاه ياخد هداف الدوري في الموسم ده. لكن بعد الموسم الخرافي ده نادي مونبلييه يختفي، وافضل موسم عمله كان المركز السادس في موسم 2018-2019. لكن الدوري اللي هم واخدوه صعب حد بالميزانيه دي يقدر يحققه تاني.